ولا بحياته بيخبص معكم الرز. بعطيكم شغله ترجعوا لعندي، ولو احلى متابعين في العالم. ولا قرب 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 قرب، شوف رز بشعريه قرب. لازم تسمعوا هذا الصوت. هيدي اهم مرحله بالرز. هيك عندنا رز بشعريه، الله الله بسم الله ما شاء الله. وهلا رح نسوي الرز بشعيري. بنضيف معلقتين زيت نباتي، معلقه سمنه، شعل النار. الزيت مع السمنه بيعطي الرز كثير قوام حلو، ما بيخليه يخبص، بيغلف كل حبات الرز بالزيت والسمنه، ما بيلزق على بعضها. هلا بنضيف بعد ما حملت عنا السمنه والزيت بنضيف الشعيريه. الشعيريه حسب الكميه اللي بتحبوها. انا بحب الشعير بالرز بشعيريه، شعيريه زياده، بحب جو الشعيريه. بحمص الشعيريه بهي الطريقه. الشعيريه بهذا اللون الذهبي. هلا بنضيف الرز. لازم تسمعوا هذا الصوت. إذا سمعتوا هذا الصوت الرز ما يقدر يعمل. هيدي أهم مرحلة بالرز. لازم تضلوا تحركوا الرز يتحمص معكم كأنه عم بتحمسوا فريكة أو موالع. هيدا هو السبب اللي بيخلي الرز يلزق على بعضه. تحريك الرز المصري مع التحميص هو اللي بيخلي الرز يلزق معكم. دايما أول رمضان مشان كل رمضان ما يلزق معكم الرز بشعيرية. شوفوا كيف الرز تغلف بالزيت والسمنة ولا حب يلقي التانيين. هيدي المرحلة ما عاد يخبص معكم الرز، وخففوا مي بيطلع معكم الرز حبة وحبة مثل الضراير. هلا حبايب ما يزيد المي السخنة. الرز المصري على طول خلي المي فوق الرز عدد اصبع، ما تكتروا مي عشان ما يخبص معكم. بتقوي النار، بتخلوا النار قوية لحتى يصير مستوى المي على مستوى الرز. خففوا النار وسكروا النار لمدة 20 دقيقة، ولا بحياته بيخبص معكم الرز. بعطيكم شغلة ترجعوا لعندي، ولو أحلى متابعين في العالم. ولا وإذا عندكم بودرة مرق الدجاج فيكم تستخدموا معلقة صغيرة أو مكعبان مرق دجاج. صار عندنا مستوى المي على مستوى الرز، بنغطي لمدة 20 دقيقة وبنخفف النار. هيك عندنا رز بشعرية، الله الله بسم الله ما شاء الله. شوف قرب 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 قرب، شوف رز بشعرية قرب. هاي من اسفل الطاجرة، يعني مشان ما تقولوا والله هي سافل الطاجرة. اعملوا الرز بشعرية بهي الطريقة وبحياته بيكسر معكم. هلا بنعمله تحريكي وبنغطيه 5 دقايق تيشرب البخار تبعه وبنقدم. ولو بعطيكم شغله بالاخر. شوف الرز بشعيرية، هذا رز بشعيرية. شوف